حد مولود بعد سنه 2000 بعتذر لك الفيديو ده مش بما انك مكمل تعالى احكي. في التسعينات كان عندنا 4 انواع من العصير، بس فينا وأجل. دنيا وما فيها. طعم عصير ما دقناهوش لحد النهارده. عمل ريبراندنج ورجع الملعب، جرب منه 4 جوافه. هو الغريب زمان ان ال4 كان طعمهم قريب من بعض. يا ابن اللعيبه. طعم الجوافه هو من التسعينات، حس بالياف جوافه. طعم الجوافه بيخبط في النافوخ على وضع مانجا، بس ده مع قطع حجم الكنزايه اصغر بس بنفس السعر. أكيد عشان القطع القطع. الحق يا ولا القطع عماله تجري يا ولا. بسم الله. انظر بق. هو في قطع مانجا كتير. طعم المانجا مش مخربش معايا. المانجا بتاعت بيست كانت الطعم اللي يا اما تكون بتحبه يا إما قوي ما بتقربوش. ومنجوجو للاسف من الناس اللي ما بتقربوش. التفاح مش عارف ليه تحس ان التفاح غامق شويه بس ريحته قويه. بسم الله. لو انت بتحب عصير التفاح، طعم التفاح قوي مع سكر مظبوط نفس طعم التفاح بتاع بيست بالظبط. نختم بالطعم اللي ما كانش موجود زمان اصلا. ايه الخوخ؟ كان على ايامنا مانجا تفاح كوكتيل جوافه اونلي. يا جوجو ضحكت عليها في القطع ولا ايه؟ لازم نرجه مثلا. ادي رجه. القطع بدات تظهر. ظلمتك يا جوجو. حلو يعني لو الخوخ. سالتني يا منجو انت حبيته اكتر ولا المانجا؟ غريبه ان الخوخ. شير الفيديو لاي حد في حياتك من الثمانينات او التسعينات. قول يلا نرجع الذكريات. شاعر. بس بقول لك ايه، وانت بتبعته له اتاكد اذا كان شاف الغلطه اللي حصلت في الثانيه 42 ولا لا.